السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده رجعنا لكم بفيديو جديد من جول مشترك، وقبل أي حاجة صلى على النبي ووحد الله. النهارده هنتكلم عن حاجة لذيذة وممتعة في نفس الوقت، فأنا عايزك تفتح مخك معايا عشان الحلقة مليانة حاجات كتير. طبعا زي ما احنا عارفين إن كرة القدم رياضة جماعية بتتلعب من فرقتين، كل فريق بيتكون من 11 لاعب. وخد معلومة دي يعني خليها معاك إن الكورة اللي بيلعبوا بيها مكورة عشان هو مش عارف، وبيلعب حاليا أكتر من 250 مليون لاعب في أكتر من 200 دولة. وبكده نعرف ان كرة القدم اكثر رياضة شعبية ومنتشرة حول العالم. بص يا سيدي، عايزك تركز معايا في المعلومة اللي اقولها لك. تمام؟ الملعب بتاع كرة القدم بيتكون من مرميين وهو مستطيل الشكل، والهدف من اللعبة اننا نحرز الاهداف. وطبعا زي ما احنا عارفين برضو ان حارس المرمى هو اللاعب الوحيد اللي بيستطيع امساك الكرة بايده في منطقة الجزاء بتاعته. بص يا سيدي، عايز اقول لك على حاجة. كل اللي انا قلته لك قبل كده بله واشرب ميته. تمام؟ ملوش اي لازمه من اللي انا هقوله لك دلوقتي هنتكلم عن قوانين كره القدم. هنبدا اول حاجه هو قانون بتاع الملعب، يعني لازم الملعب يكون قياساته كام عشان نعرف نلعب فيه. وطبقا لقوانين الفيفا ان الملعب لازم يكون طوله 90 ل 120 متر، وعرضه من 45 ل 90 متر. لكن في المباريات الدوليه زي كاس العالم مثلا للانديه او كاس العالم بتاع المنتخبات لازم يكون طول الملعب من 100 ل 110 متر، وعرضه من 64 ل 75 متر. تعالى كده نرجع بالزمن شويه لورا، يعني عام 1863 كان طول الملعب 180 متر وعرضه 90 متر. يعني انت لو جبت خيل وقعدت تجري فيه مش هتخلص من الملعب. وفضل الموضوع ده لغايه عام 1906، وفي عام 1906 اتثبت طول الملعب من 100 ل 110 متر، ده طوله، وعرضه من 65 ل 75 متر. وفي عام 1863 كان محطوط 6 أعلام في الملعب، كان 4 عند الكورنرات و2 كانوا في أطراف نص الملعب، لأن زمان ما كانوش لسه رسموا حدود الملعب ساعتها من بره، عشان كده كانوا حاطين العلمين اللي هم في نص الملعب عشان يحددوا بيه الملعب. وفي عام 1898 اتطورنا شويه الحمد لله، وساعتها رسموا خط التماس وخط المرمى معاهم. وفي 1913 ساعتها الحمد لله رسموا الدايره اللي في نص الملعب. خلصنا كده كل حاجه عن قانون الملعب، وهنبدا دلوقتي في تاني قانون معانا هو قانون المرمى. في عام 1863 المرمى كان عباره عن قائمين، قائم هنا وقائم هنا من غير عارضه. كان المسافه بين القائمين الاثنين 7 متر ونص. يعني بص يا سيدي، يعني انا زي ما قلت لك ان القائم موجود هنا والقائم هنا وما بينهم 7 متر ونص. انت لو مثلا كلاعب كوره جبت الكوره فوق خالص مثلا بس يكون ما بين القائمين، تتحسب جول عادي يعني في اي مسافه مثلا في علوم. لكن لو جبتها بره اكيد هتتحسب بره. ووصلنا لعام 1866 والحمد لله ساعتها كانوا حطوا العارضه اللي فوق عشان اللعيبه تجيب اهداف من تحت، ما مش اي حد يجي يجيب جول من فوق يقول لك جول زي كره القدم الامريكيه. وفي 1894 حددوا سمك القائم والعارضه، يعني كل قائم من القائمين والعارضه كان سمكهم 12.5 سم. طبعا كل اللي احنا قلناه ده وكل الاجوان اللي كانت بتيجي دي كانت بتيجي من غير شبكه، ما كانش فيه شبكه زمان حاطينها. واول شبكه اتحطت في المرمى كان 1925. وفي عام 1937 حددوا التاني عرض المرمى عشان يكون 7.3 متر، وارتفاعه يكون 2.4 متر. وكده بنكون خلصنا كل حاجة عن المرمى. هنخش دلوقتي على منطقة اللعب ومنطقة الركنية. وفي 1890 رسموا ربع الدايرة اللي عند الكورنر عشان يبقى فيه حدود وانت بتلعب الركنية. وفي عام 1875 كان مسموح للاعب انه يجيب هدف من الركنيه، يعني زي هدف محمد صلاح اللي جابه ساعتها معانا في تصفيات افريقيا 2019. وفي عام 1903 رسموا ساعتها منطقه المرمى ومعاهم منطقه الجزاء ونقطه الجزاء. وفي عام 1937 تم تحديد قوس منطقه الجزاء اللي هو من بره منطقه الجزاء وساعتها كان صاحب الاقتراح وصاحب الفكره كان عثمان نوري المصري. وفي عام 1970 الفيفا وضحت ليه رسمت القوس القوس ده فايدته انه بينظم اللعيبه لما لعيب تاني بيروح يشوط ضربه الجزاء، برضه بيساعد على تحديد المسافه بين نقطه الجزاء واللعيبه اللي واقفه بره منطقه الجزاء. طبعا هتسالني سؤال دلوقتي، هتقول لي ان هم رسموا القوس 1937 وحطوا القوانين بتاعته 1970. عايز اصدمك وعايز اقول لك برضه ان الفيفا نفسها اصلا كانت ناسيه رسمه القوس ده ليه. عايز اقول لك برضو ان الفيفا نفسها كانت ناسيه اصلا ان القوس ده رسمه ليه. هتقول لي لا انت بتهزر، اقول لك لا ده بجد والله كانت فعلا ناسيه، أنا مش عارف ده ايه ده، انا حتى استغربت. هنبدا طبعا دلوقتي بالكوره المكوره، اللي محدش عارف وما سمعش من اول الفيديو ان الكوره مكوره. وفي عام 1871 كان محيط الكوره من 68.5 الى 71 سنتيمتر. وفي عام 1898 كان وزن الكرة يصل من 370 جرام
إلى 420 جرام. وفي عام 1906 اقترحوا إن الكورة لازم تتعمل بالجلد، وبالفعل في نفس السنة عملوا الكورة بالجلد. وفي عام 1937 تم تعديل وزن الكورة من 396 إلى 453، وده وزنها حاليا. هنخش دلوقتي على قانون حارس المرمى. بص يا سيدي، زمان من بداية كرة القدم كان ساعتها حارس المرمى كان مسموح له يمسك الكورة بإيده من أي حتة في الملعب. يعني أنت لو شفته ماسك الكورة وطلع يجري في الملعب عادي، ده كان بالنسبة له عادي طبعا. وفي عام 1887 كان ينفع إن الحارس بدل مع أي لعيب بيلعب في الملعب. يعني مثلا لو لعيب جه قال له تعالى اطلع العب مكاني، عادي بالنسبة له ممكن يلعب. في عام 1892 كان ينفع إنك تدي كتف للحارس عشان الكورة تقع منه وتاخدها منه، ممكن تجيبها جون عادي، كان زمان كده عادي. وطبعا فضل الحوار لمدة 11 سنة، وبعد كده لغوا القانون وفي عام 1912 اتحط قانون ان الحارس يمسك الكورة داخل منطقة الجزاء بس. هنخش دلوقتي على قاعدة اللبس. زمان ما كانش ينفع ان اللاعب يلبس كوتشي مطاط ناشف، و1887 كان الحكم لازم يفتش اللبس بتاع اللعيبة بسبب ان اللبس لازم يكون مناسب للعبة كرة القدم، وفي نفس الوقت يكون آمن ليهم. وفي نفس السنة تم تصريح عمل مساطر او مسامير او الستارز حاليا بتاع الكوتشي، وبشرط ان تكون الستارز او المسمار او المسطرة ساعتها تكون عرضها 1.3 سم. في عام 1925 اشترط ان يكون لبس الفريق الواحد يكون لون موحد. وفي عام 1990 تم تحديد تجهيزات اللاعب، وهي قميص وسروال قصير وشرابين لغايه الركبه وواقي للساق ومعاهم حذاء. هنخش دلوقتي على القانون الثامن وهو الحكم. بص يا سيدي، زمان ما كانش في حاجه اسمها حكم، كانوا بيلعبوا الماتشات عادي من غير حكم. يعني مثلا زي ما بنلعب في الحجوزات الخماسي، في فاول بنقعد نقول مثلا دي فاول ونتفق مع بعض لغايه ما نطلع كلنا راضيين ونمشي الماتش مع بعض. في عام 1881 الحمد لله بقى في حكم يحكم المباراه. برضه كان في مساعدان للحكم سنه 1890. وقبل عام 1892 كان ينفع لكابتن الفرقة يروح يدي الحكم توجيهات، مثلا لو في ضربة حرة للفرقة بتاعته فيروح يقول له كان لينا ضربة حرة هنا، فممكن الحكم يراجع قراراته ويحسب الضربة الحرة. في عام 1892 تم إلغاء هذا القرار، وما كانش ينفع كابتن الفرقة يروح يتكلم مع الحكم. وفي عام 1895 كان الحكم ليه سلطة إنه يعاقب لعيب داخل أو خارج الملعب. يعني زي مثلا لو لعيب من الجهاز الفني أو أي حد من الجهاز الفني اعترض على حاجه للحكم، كان ممكن يجي الحكم ويعاقبه ويديله انذار او طرد. وفي عام 1925 كان اللعيبه بتخرج من المكان اللي بيخرج منه الحكم، لان قبل كده كان اللعيبه او ايا كان مين كان بيخرج من اي حته من الملعب. هنخش دلوقتي على القانون التاسع وهو مراقب الخطوط. زمان كان المراقبان بتاع الخط كانوا بيساعدوا الحكم في اصدار الاحكام في المباراه. وفي عام 1887 كان كل فريق بيجيب مراقب لنفسه. وفي عام 1891 كان الحكم ليه الحق انه يستغنى عن مراقبان الخط لو محدش فيهم عمل الواجب بتاعه. في الفترة دي بقى يا سيدي ان مراقب الخط لما يجي مثلا يعترض على فاول او على حاجة او يشاور للحكم، كان ممكن يشاور بايده او يجيب منديل ويقعد يشاور للحكم. وفي عام 1938 ساعتها بقى يمسك راية مكان المنديل او يشاور بايده، ومن ساعتها بقى اسمه حكم الراية. نخش بقى يا سيدي على القانون العاشر وهو وقت المباراة. طبعا انا عارف القوانين كترت معايا بس معلش استحملني. زمان يا سيدي كان الفرقتين بيجوا يقعدوا مع بعض قاعده كده صفا ويشوفوا هيلعبوا وقت المباراه قد ايه، فلا يتفقوا على وقت المباراه ويلعبوا المباراه وخلاص على كده ويروحوا. في عام 1897 حدد وقت المباراه الى ساعه ونص لشوطين متساويين، يعني 45 و45 زي حاليا. وفي عام 1903 اضافوا وقت بدل ضائع بعد الوقت الاصلي. في عام 1906 اضافوا وقت اضافي بعد الوقت الاصلي لو في حاله التعادل، ومدة الوقت الإضافي بتبقى نص ساعة على شوطين متساويين، كل شوط ربع ساعة. في حالة التعادل تاني يفضلوا يلعبوا لغاية ما حد يجيب هدف، وده اسمه الهدف الذهبي. عايز أقول لك على حاجة، إن الوقت البدل الضائع اتضاف بسبب إصابة اللاعبين. يعني لو في لعيب مصاب وضيع وقت في آخر المباراة فبيحطوا الوقت اللي ضاع في المباراة. في عام 1925 زي ما قلنا قبل كده، لو الفرقتين اتعادلوا في الوقت الأصلي بيروحوا وقت إضافي نص ساعة، فلو اتعادلوا في الوقت الإضافي بتاع نص ساعة يروحوا تاني وقت اضافي نص ساعه تاني، ولو تعادلوا لتالت مره الماتش يقف ويتلغي ويعيدوه في وقت تاني. نخش دلوقتي على القانون ال11 وهو ابتداء المباراه. زمان يا سيدي كان صاحب الملعب هو اللي بيختار اي جانب يلعب فيه وهو اللي كان بيبدا المباراه. وفي عام 1887 اللي يجيب جول من ركله البدايه ما كانش بيتحسب. وفي 1937 كان لازم يكون الخصم بعيد عن ماسك الكوره اللي هيبدا ركله البدايه بمسافه 9 متر
و15 سم. ونخش على القانون ال 12 وهو كرة داخل اللعب وخارج اللعب. في عام 1887 تحتسب الكرة خارج الملعب لو طلعت كامل استدارتها من الأرض أو الهواء، وبرضه لو الكرة خبطت في الراية الركنية ورجعت تاني للملعب هنكمل لعب عادي وتبقى تبع اللعب. في عام 1898 كان لو الكرة خبطت في الحكم هنكمل لعب عادي ولا كأن في أي حاجة. هنخش دلوقتي على قانون إسقاط الكرة. زمان بقى يا سيدي الحكم كان لما بيجي مثلا بيعمل إسقاط للعيبة كان بيرمي الكرة لفوق، وبعد كده اللعيبة تدخل تشتبك مع بعض لغاية ما حد ياخد الكرة بقى ويكمل لعب. وفي عام 1903 برضه كان بيعمل اسقاط لفوق، كان بيرمي الكرة لفوق، بس هنا كان لازم تلمس الارض عشان اللعيبه تدخل تشتبك وتاخد الكرة. وفي 1906 كان الحكم يمسك الكرة بدل ما يرميها لفوق، لا المره دي كان بيرميها لتحت، وبعد كده اللعيبه برضه تخش تشتبك لغايه ما حد ياخد الكرة. وفي 1920 ده القانون اللي ساري لغايه دلوقتي، ان الحكم بيمسك الكرة في ارتفاع متوسط وبعد كده يرمي الكرة واللعب يمشي عادي. ونخش دلوقتي على القانون ال 14 وهو التسلل. قانون التسلل اتضاف بسبب ان كان في لعيبه كتيره زمان كانت بتستنى عند مرمى الخصم لغايه ما حد بيلعب الكره من ورا ويروح بيها ويجيبها جول. وبعد ما اضافوا قانون التسلل كان ساعتها اي لاعب قدام اللعيبه اللي مع الكوره كان يحتسب تسلل، لازم يكون جنبه او وراه، وبرضه حتى لو الكوره ما راحتلوش. في عام 1866 لو في لاعبين بس من فرقه الخصم وراه كان يحتسب اوفسايد. ونخش بقى على 1872 ساعتها ما كانش فيه تسلل من الضربات الركنيه. وفي عام 1887 لو الكرة جت من الخصم للعيب المهاجم وراح جابها جول عادي تتحسب جول ما تتحسبش اوفسايد. في عام 1907 يعني مثلا لو في لعيب كان في نص ملعبه والكرة اتلعبت له من ورا لقدام عادي هيكمل لعب ويروح عادي انفراد، زي مثلا الكرة بتاعت أليوس وصلاح اللي اتعملت كذا مرة. وفي عام 1920 أضافوا قانون إن رمية التماس ما فيهاش تسلل. وبعدها ب 20 سنة 1940 كان إسقاط الحكم ما كانش فيه اوفسايد. ودلوقتي خلصنا اهم قوانين كرة القدم. اي نعم انا ما قلتش كل حاجة، بس لو في حاجات مهمة تاني هقولها في حلقة تاني عشان وقت الحلقة. هنخش دلوقتي على حاجة مهمة عايز اقولها لكم، بس هي حاجة صغيرة، هي اغرب القوانين اللي اتعملت في كرة القدم. قانون معانا هو الملابس المتشابهة. اي نعم انا قلته قبل كده حوار الملابس والقانون بتاعه، بس انا اقول لك تفصيلة صغيرة ومضحكة في نفس الوقت. التفصيلة يا سيدي هي لو الفرقتين نزلوا لابسين نفس لون الشرابات لازم فرقة منهم تغير لون الشراب عشان يبقوا مختلفين. القانون معانا هو الاحتفال بالهدف. طبعا زي ما احنا عارفين دلوقتي ان اي لعيب بيجيب هدف في وقت قاتل بيروح للجمهور ويقلع التيشيرت، فالحكم بيجي يديله انذار عشان بيحتفل احتفال مبالغ فيه وبيضيع وقت. القانون معانا هو اغرب قانون انا سمعت عنه وقريته، هو قانون الكلب يعد الكرة. طبعا هتقول لي ازاي وايه دخل الكلب في الحوار ده، ما انا هقول لك دلوقتي. بص يا سيدي كان في مباراة زمان كانوا فرقتين بيلعبوا، مرة واحدة دخل كلب خد الكرة باسنانه ومشي، فالحكم وقف المباراة بدل ما يروح يجيب الكرة منه او يجيب كرة تاني ينزلها، لا ازاي هم طبعا فضلوا مستنين الكلب لغاية ما يجي يجيب الكرة. تقول لي ايه هو ده؟ هقول لك طبعا هم كانوا متخلفين زمان، يعني كان في ايديهم اللي هم يجيبوا الكرة منه يمسكوا الكلب يجيبوا الكرة او يجيبوا كرة تانية من بره، بس ازاي؟ كان لازم الكلب هو اللي يجيب الكرة. وبس يا سيدي كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، واتمنى تكون عجبتكم، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو عايزنا نتكلم عن اي حاجه في الكومنت، والسلام عليكم.